لأنه باش نحكيو على تميز تونسي بامتياز، باش نحكيو عليه وباش نستضيفوا تونسية تم اختيارها من بين 50 للامرأة الأكثر تأثيرا في أو على مستوى العالم في ريادة الأعمال. كيف باش نستضيفوا امرأة تحصلت على جائزة المرأة الرائدة في مجال ريادة الأعمال في الشرق الأوسط. سعيدة جدا إنه تكون بحذينا في المباشر اللقاء هذايا اللي الحقيقة طال انتظاره ونسقنا برشا مرات وحكينا برشا مرات. وأخيرا معايا خلينا نقول صديقتي بنتي لأني عرفتها من عمرها تقريبا 12-13 سنة وفخورة جدا بها، سلوى العرفاوي، الخبيرة العقارية الدولية وعضوة في الجمعية الدولية للخبراء العقاريين بأمريكا، والكيف الخبيرة الدولية وعضوة في الاتحاد الدولي للخبراء العقاريين واللي هي موجودة حاليا في الإمارات. فرحانة برشا اللي انت معنا سلوى. مرحبا بك سلوى العرفاوي. مرحبا بك نرجس وشكرا لك. ثانك يو سو ماتش على كلامك. انت اخت وصديقه وعزيزه وصديقه العائله وانت نعتبرك من الفامي، ماكش حد غريب عليا. ثانك يو سو ماتش. مرحبا بك يا سلوى. مرحبا. قداش فخوره بك لاني عايشت معك مختلف المراحل العمريه. عرفتك وانت بنيه صغيره، عرفتك وانت تقرا، عرفتك بعد الباك وبعد كيف في الكليه، وما شاء الله عملت جوانح وحدك، وهذا اللي انا نكبره فيك جدا لانك قصه نجاح بامتياز سلوى العرفاوي. أنا نعرف كل التضحيات اللي أنت عملتها، كل التحديات اللي أنت تجاوزتهم، قدكش عندك إصرار، قدش عندك شجاعة، خاصة أنك مشيت بعلمك، بثقافتك، بطموحك وبعزيمك قوية برشا انك وصلت فيها اللي وصلتوا على مستوى دولي، انه يتم اختيارك سلوى العرفاوي من بين اكثر امرأة او من بين اكثر 50 امرأة تأثيرا على مستوى العالم في ريادة الأعمال، وأنت هالشابة المزيانة المتألقة التونسية اللي الدنيا الكل قدامك ما تنجم تكون إلا فخر لنا الكل يا سلوى. فرحانة بك برشا وفخورة بك برشا عزيزتي. يعيشك يا نرجس. ثانك يو سو ماتش وربي يفضلك. واني اصلا فخوره اصلا بنفسي وفخوره لاني نمثل اسم تونس عند اوف ذا داي، حتى لو اني موجوده في دوله الامارات ودوله اعطتني برشا، ولكن عند اوف ذا داي اني تونسيه ونحمل اسم تونس كسفيره لتونس في كل بلاصه نمشي لها. نحاول اني نكون سفيره لنفسي لبلادي ولخدمتي، وحاولت قد ما نقدر اني انا ندخل في مجال صحيح كان صعيب عليا كامراه اني نفوت في مجال رجالي بحت. سلوى المجال المجال كي بديت وانا يعني قبل 10 سنين كنت دخلت في مجال خاطر اني تعرف ان احنا توانسه، انت تعرف الباك جراوند نتاع دارنا انه نحن اكاديميين ياسر، وقرايتي كانت مهمه جدا واني دخلت للمجال من باب اكاديمي، يعني دخلت قريت المجال باش ما نكونش خاطر ما فماش في تونس احترام للمهنه كمجال عقاري، ولا زلنا ان شاء الله يا ربي قاعده نحاول اني تو مع البعثه الدبلوماسيه، لان اخترت زاده فخوره انه تونس والسفاره التونسيه في دوله الامارات اختارتني من بين التونسيين الاكثر كفاءات اللي تمثل تونس في دوله الامارات، وان شاء الله شو نكون موجوده في المنتدى في تونس في جويليا ان شاء الله. وهذا يشرفني انهم اختاروني باش نمثل بعض الكفاءات اللي موجوده في دوله الامارات، يعني انه تمثل مجال صعيب انك تخدمه بطريقه اكاديميه، انك تقرا كل الجلوبال ماركت والسوق العالمي، لان البلدان تبنى والاقتصاد يبنى على العقار. وان شاء الله يا ربي تونس تتحسن في المجال هذا، على خاطرنا نحن منصور الاقتصاد العالمي والاقتصاد هنا في دولة الإمارات قوي لأن النظام العقاري قوي وفاتت فيه التكنولوجيا العقارية، وأني قاعدة نواكب سواء كخبيرة عقار دولية ولا كمحاضر معتمد في معهد انوفيشن اكسبرت انستيتيوت اللي هو المعهد الرائد يعني الأكاديمية اللي أي حد يحب يدخل المجال العقاري لازم يدخل يقرأ ياخذ شهادة ويعمل امتحان. أني الحمد لله المعهد هذا دخلت فيه كطالبة قبل 10 سنين وأنا توا نحاضر فيه كمحاضر معتمد. ونفس الوقت مهم جدا التأثير الأكاديمي اللي نقول أنت هو مجال صحيح، مجال يعني يبان من برا سهل، ولكن هو كي تدخل في خضم المجال لازم تكون عندك دراية بالسوق العالمي وعندك دراية بالقانون الاقتصادي، وفيها تو خاصة البروبتك والفينتك. أما أنت أول ما بديت سلوى في بالي تقرأ إنجليزية، معناها أنت أستاذة إنجليزية بالأساس. أي أنا بالأصل قبل الماجستير أنا أستاذة إنجليزية، بعد كي عملت ترجمة وكان مجالي كله في الترجمة وبعيد كل البعد على المجال العقاري
عقاري اصلا، ولا فكرت يوما ما اني انا نفوت في مجال. وانا بديت مثلا شفتك قلت اكيد باش هاد الامارات باش تقري انجليزيه باش تكون، ونعرف كفاءتك ونعرف ما شاء الله كنت متميزه في الدراسه جيت لهنا جيت سياحه، ولا جيت اصلا نفكر اني نخدم. جيت بعثه خدمه، جيت ما كانتش عندي الفرصه اللي جاتني في الخدمه هذه، جاتني بالصدفه، واني ما حبيتش نفوت في خضم التجربه الا لا ندخل نقرا. دونك دخلت قريت المجال العقاري، خديت فيه شهاده، ومن بعد جيت نطور اي كورس او اي دوره نحسها مهمه جدا في المجال العقاري، فت فيها وخذيت شهاده وبديت نخدم في الشركه اللي هي اني توا شريكه فيها. عندي توا 12 سنه في نفس الشركه اللي هي نكست ليفل، وعملت فيها 8 كوربريت اوفيسز. انا عندي 8 فروع حول العالم في نفس الشركه، وعملت ان شاء الله فرع في تونس. ولكن ما حبيتش نكون مجرد اني نخدم في المجال العقاري، حبيت نكون للمراه دور انه تكون فعاله، انها هي تكون لها بصمه خاصه وعندها امباكت خاص في المجال العقاري، مش كمجرد وسيط عقاري. على هذيك درست الموضوع الخبره العقاريه، واخذت شهاده دوليه اللي هي شهاده الخبره الدوليه من نيوجيرسي واشنطن، اللي هي نار ناشونال اسوسيشن اوف ريلتورز، اللي هي جمعيه دوليه للخبراء العقاريين، من بين 4000 خبير دولي اني واحده منهم. من بعد فتره صرت وليت عضوه في الاتحاد الدولي، وما زلت ناخذ في شهادات. يعني تو صارت كل ما يصير دوره فيها دراسه جديده، لان قاعد يتطور النظام العقاري. تو دخلنا في التكنولوجيا العقاريه، فاني دخلت ندرس في التكنولوجيا العقاريه، ودخلت خذيت شهاده في الذكاء الاصطناعي في كيفيه التطوير العقاري في النظام المستدام. فقاعده نحاول اني نكون مواكبه باش يكون عندي بصمه. وعملت اسست يعني شركه وومن اوف فيجن اللي هي انت تستحقي، برنامج خاص بالمراه يساعد المرأة أنها تكون مستقلة ماديا عن طريق الاستثمار العقاري، حتى من مبلغ 1000 درهم اللي هو 1000 دينار تونسي أو 1300 دينار تونسي، من مبلغ مليون تنجم تبدأ تستثمر في المجال العقاري. ولكن هي المرأة تحتاج education، تحتاج دراية إنها كيفية التصرف في أموالها. المرأة تحتاج كيفاش تعمل سيفنج، كيفاش تدخر. فهي أنا البرنامج متاعي بدأ برنامج تدريبي، إني نحاول نفهم المرأة كيفية التفكير في الادخار والاستثمار. المرأة تحتاج تكون مستقلة ماديا، مش على خاطر الفلوس فقط. It's not only about money. هي تحتاج تكون مستقلة ماديا لقراراتها، أن يكون عندها قرارها في يديها، مستقبلها في يديها، تكون حرة، تكون عندها راحة نفسية، تكون عندها صحة نفسية. المرأة تحتاج الاستقلالية. إيه، فاني المشكله الكل على الاستقلاليه الماديه. علاش عملت برنامج هو اسمه الاستقلاليه الماديه عن طريق وهذا اللي خلى وعلى اساسه تم اختيارك واحده من بين ال50 لان اني امراه تاثيرا في العالم في رياده الاعمال. في مارس كان وقتها العيد المرأة العالمي اللي هو انترناشونال وومن داي. وقتها اخترت كشخصية انها عملت تأثير في مجال ريادة الأعمال للمرأة. هو كان للمرأة كمرأة، لأن أنا برنامجي خاص بالمرأة، وهو برنامج فيه 15% للتبرع. عاملين مع اليو ان، اني نخدم مع اليونايتد نيشنز، نعاون النساء من اي دوله، مش كان تونس. ثم برشا دول من خلال الفقر او من خلال الحروب ما نجموش يوصلوا لحلمهم او ما نجموش يحققوا شيء من احلامهم، فقاعدين نحاولوا يعني اني نساعدهم باي طريقه. واني امباسادور لمستشفى اندس اللي هو مستشفى سرطان الاطفال في باكستان. اخترت كسفيره لهذا المستشفى لان اني تعنيني بالنسبه لي الانسانيه لا تحتاج لجنسيه. ما نحتاجش نكون باكستانيه باش نحكي على او فلسطيني، هي كلها تحتاج قلب انسان. فاني الحقيقه وقاعده نعمل في برشا فيلانثروبي مع تونس، مع سواسة كودا. تعاملت مع برشا، مع سي بولبابه زيتوني نشكره برشا اللي هو سفير فخري لجمهوريه تونس في غينيا الاستوائيه. انا على تواصل معه، هو اللي حطني على تواصل مع SOS. فما برشا عنا برشا كفاءات قاعده تخدم في الخفاء، واني الحقيقه من الناس اللي نعمل الحاجات هذه في الخفاء، مش في الخفاء بمعنى خفاء. هو لان انت بدايه تحب تساعد، ما تحتاجش تعمل شو اوف او تهبط او تنزل على الوسائل التواصل انك تعمل. دونك الانسان يحاول يعمل خطوه ورا خطوه ورا خطوه. واني قاعده نعمل اللي باللي نقدر. الحقيقه من بعد ما جيت اخر جيتي لتونس، وفما برشا توانسه تواصلوا معايا، نساء حالمات حابين يكون عندهم استقلاليه ماديه وكانوا يلوذوا على الفرصه. تونس الافكار هذه لازمك تجسدها والله ان في شاء الله تونس. هاني نحاول ان شاء الله في المنتدى التونسي اللي موجود قريبا في جويليا مع الجهه الدبلوماسيه، اني نحاول نوصل شويه افكار تساعد
انه نحن ننهضوا بالاقتصاد التونسي من خلال تغيير شويه اجراءات في النظام العقاري، على خاطر نتصور نحن نحتاجوا يكون عندنا بوابه استثماريه كبيره. تونس جنه على الارض، تحتاج انها تكون موجوده على سجل الدول اللي يعني اتراكت بزنس واتراكت انفستمنت. الحقيقه فما برشا دول شقيقه مثلا كما المغرب فايتتنا باشواط في الاستثمار لانه ما عندهم تسهيلات. نحن نحاولوا انه تونس تحافظ على كينونتها وتحافظ على سيادتها، ولكن فما عديد التسهيلات ايه، ولكن لازمنا درايه، لازمنا اديوكاسيون. هي التونسي ان كان برا تونس لازمنا نحن نعملوا برشا ندوات، برشا دورات فيها تثقيف، فيها اديوكاسيون للتونسي على الاجراءات القانونيه التشريع، لان نحن عندنا يعني قوانين جبائيه، عندنا قوانين تشريعيه. فنحن يمكن من اكثر القوانين صعوبه هكا ولا سلوى؟ يعني ايه، صعيب صعيب القانون العقاري التونسي، اي كومبليكي، يعني هو شوي فيه مع تعقيدات تحتاج درايه. يعني انا شفت الحقيقه اقليه اللي شفتهم نتابع في بعض الوسطاء الخبراء العقاريين في تونس اللي هما نشوفهم جبائيين وفهمانين في القانون العقاري التونسي، ولكن لازمنا اكثر، لازمنا يكون المجال العقاري هو اكثر تنظيم، يكون عندنا شويه يعني قوانين صارمه تنظم. هي القوانين تشرع لماذا؟ للتنظيم يعني لازم نحن ننظموا القانون نتاعنا، ويكون حتى التونسي عنده راحه نفسيه للثقه باش يستثمر في تونس. احنا اذا احنا ما استثمرناش في تونس باش تقوم تونس؟ That's what I want. انت ما شاء الله عليك عليت البارة على الاخر في تميز المرأة التونسية، وهذا اللي خلينا نزيدوا نكونوا فخورين بك اكثر. فما برشا تونسيات متميزات، اللهم صل على النبي. اما سلوى المجال هو مختلف اللي خلاك تزيد تبرز اكثر، واللي ما شاء الله عليك. انا ذكرت زوز جوائز، لكن القائمة طويلة وطويلة جدا. ان شاء الله ربي يبقى عليك الستر، وان شاء الله ربي يحفظك، وان شاء الله ديما متميزه. المراه التونسيه في الامارات يا سلوى بيان سور. اني نعرف برشا امثله ناجحه لهنا في الامارات. انا يعني تواصلت معاهم مؤخرا، خاطر قلت لك انا ما كنتش ياسر موجوده على وسائل التواصل، ما كنتش نشطه بمعنى نشطه، ولكن لا هي بالخدمه كهو ولكن كي وليت عندي لوتس اوف سامت، واني وليت انترناشونال موتيفيشن سبيكر، كنت متحدثه عالميه وموجوده في منصات عالميه، نشارك في برشا دول، في برشا يعني منتديات عالميه، وان شاء الله قريبا باش نكون في الولايات المتحده الامريكيه، في البرتغال، في مالطا، في اكثر من دوله باش نكون عندي في نفس الموضوع اللي هو المراه. ولكن يعني عرفت وتشرفت على برشا ما شاء الله النساء ما شاء الله عاملين يعني ستامب وعاملين بصمه في مجالاتهم، اللي هي عندك مثلا احلام، عندك شيز كوتش لايف كوتش، فما امال عمامو، عندك حنان، يعني ثم برشا رائدات اعمال موجودين في دوله الامارات. ولكن كيف يعني ما همش الناس اللي يعني موجودين بكثره على السوشيال ميديا، نتصورهم يخدموا، قاعدين يعملوا في بصمه، قاعدين يعني يوريوا انه التونسيه الحقيقه نحن كتوانسه مش فخر، ولكن نحن مستقفين، وعندنا المرأة التونسية عندها أصلا حرية بطبيعتها، هي ما هي جاية من باك جراوند أو من خلفية معقدة، لا نحن لها دورها وعندها كيانها الخاص المرأة التونسية. ولكن في بعض المجالات اجتماعية وقانونية كبيرة برشا معناها، وهذيك اللي أعطتنا هالقوة وهالثقة في رواحنا، اللي الحمد لله ما نخافوش في الخوض في غمار أي تخصص، ما نخافوش، وزيد تبدأ عندنا الثقة بالعلم والدرايه والدراسه المتواصله انه نبدعوا فيه كما عملت سلوى. بيان سور هي لازمها شويه اصرار، ولازمها يعني you take yourself from the comfort zone. يعني انت موجود في منطقه الراحه ومستحيل تنجم تبدع ولا تنجم تكون مختلف، لازم تطلع من منطقه، لازم تخرج منها وتحاول تاخذ الريسك وتعمل يعني جرب مرة واثنين وثلاثة وأربعة، على خاطر end of the day نحن في مجال متحول. the future 100% digital، قاعدين نمشيو في الديجيتال لايف. إذا نحن ما عرفناش نكتشفوا أهمية الذكاء الاصطناعي وأهمية البروبتيك وأهمية التغييرات اللي قاعدة تصير في الاقتصاد وفي العالم، نحن باش نبداو ديفيي على الواقع، فلازمنا نكونوا مواكبين. ونحن تونس ما شاء الله سباقة فما برشا حاجات، ولكن نحتاجوا شوية
فيزيبيليتي، نحتاج شويه تسليط ضوء على اللي موجودين وقاعدين يخدموا. هنا احنا قداش عندنا واحنا نحضروا يا سلوى، وباذن والله الله عنا وقت اللي تجي في جويليا باذن الله بيكون عندنا لقاء مطول اكثر باذن الله ان شاء الله باذن الله، واني نكلمك ونعلمك وان شاء الله يا ربي المره هذه. خلينا نقول كلمه تقولها. انا نحب نشكر اول حاجه القنصل العام لجمهوريه تونس في دبي، القنصل العام مدام ايمان، نشكرها بالاسم خاطرها هي اللي تواصلت معايا، وهي اللي قاعده الحقيقه كمراه. شوف هي مثلا شفتها مثال يحتذى به كمراه، قاعده تخدم وقاعده تسعى وقاعده يعني تعمل في تغييرات. انت تو مثلا صارت برشا تغييرات عندنا في القنصليه لهنا، انه صار برشا حاجات ديجيتال، فما برشا رقمنه قاعده تصير، وهي يعني قاعده تسعى. انا نشكرها بالاسم، وان شاء الله يا رب يشوف يعني ان شاء الله تونس ديما في العالي، وان شاء الله نحن نحاولوا نمثلوا رواحنا ونمثلوا بلادنا وعائلتنا. ونشكر عائلتي بيان سور السبورتر الاول والاخير ليا، خواتي وامي ربي توسع عمرها. مدينه حمام سوسه يا سلمى بيان سور اني فخر كبير لمدينه سوسه واساتذتي صاحباتي وزوجي وعائلتي لهنا واخواتي اللي مقيمين معايا. يعني نشكر كل سبورت، لانني نتصور اذا ما عنديش دعم يصير عندي ارهاق وما نجمش حتى ننتج ولا نخدم. فاني هو الدعم هو اللي يخليك تقدم وتبدا تحب تثبت مروح. خاطرني من بعد ما وليت المسؤوليه صارت عندي اصعب، ونتصور اني رسالتي تغيرت وما عادش فيها ايجو، يعني ما عادش عندك الايجو نتاع اني نخدم على نفسي وما كارير. لا، وليت عندي بنتي، عندي رساله نحب نوصلها، نحب نخدم باش نكون قدوه لها على خاطر وتكون خير منك يا سلوى. بيان سور الجينيراسيون جديده تخوف، يعني في ظل السوشيال ميديا اذا نحن ما واكبناهمش وما راقبناهمش وما عطيناهمش الوسائل باش يعني باش ينهضوا بالمستقبل نتاعهم، يعني ما نجموا نعملوا حتى شيء. شكرا لك سلوى العرفاوي، قداش نفخر. ثانك يو سو ماتش يا نرجس وربي يعزك. ثانك يو سو ماتش، شكرا لك، شكرا لجوهره في مره اخرى. مرحبا بك، انت تشرفنا في كل وقت ان شاء الله. اول زياره ليك لتونس تكون بحذنا هنا في الاستوديو، لانه شرف كبير انه احنا نحكيو مع كفاءات تونسيه كما هكا. وان شاء الله كل نهار الثلاثاء تكون من هنا فصاعدا في على كيف نتعرفوا على كفاءة تونسية في من العالم اللي مشرفتنا في مجالات الصعيبة ومجالات إذا كي تكون العرب فيها بقلة وإلا التوانسة فيها بقلة، باش نزيدوا هكاك يكونوا مثال لصغيراتنا وليداتنا إنهم يمشيوا على الخطى نتاعهم، ونزيدوا احنا نفرحوا نشوفوا محلاهم صغيراتنا، محلاهم شبابنا، محلاهم بنياتنا، إنهم قداش قاعدين يمثلوا فينا بالكدا ومعلين ورافعين اسم تونس وعلم تونس خارج أرض الوطن. نكمل